السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله أوريلكم البومبي بتاع الشلتة بتعمل إزاي. هو بيبقى ليها كذا طريقة، وديت اللي أنا هعملها دلوقتي طريقة من ضمن الطرق اللي بيتلف بيها الشلت. ماشي، زي ما وريت لكم قبل كده. كان في شلت برضو تانية بيتعمل نفس النظام كده. بيتجاب سفنج، على حسب، ممكن يبقى 5، ممكن يبقى 3، ممكن يبقى 4، على حسب النفخة أو على حسب الارتفاع اللي أنا عايز أحدده. ماشي. طبعا دي هتبقى 3 سنتي. ماشي. فأنا معلم هنا زي معلم كده أهو، التشريح أهو. ده العلام اللي أنا همشي عليه، اللي هو الزاوية بتاعتي. طب الزاوية ديت أنا بعملها ليه؟ عشان خاطر تديني بومبيه من فوق. طبعا مش هيبقى سفنج بس، لا، هيبقى فيه فايبر هيتحط، بس هوريلكم ازاي الطريقة. طبعا انا علمت وقصيت في فيديو كنت عامله قبل كده على التقطيع دوت، لو عايزين ترجعوا له. بس هوريلكم حاجة منه. ماشي. بمشي على العلم بتاعي، يعني مثلا 3 سنتي العرض بتاعه. ماشي. وباخد على اول الشلتة الاساسية اللي هي تحت. طبعا دوت سفنج الرفايع ديت هايبر، واللي تحت هايبر برضه. كده انا عملتها، شايفين عاملة ازاي؟ ماشي. لو انا عايز اعلي اكتر من كده كسفنج هحط تاني. ماشي. وهبدأ من هنا وهو اشوط تاني، اشطفها تاني، هيديني زي الهرم في السفنج. وممكن احط طبقة رول وخلاص على كده. ماشي. او احط راقة سفنج سنتي، والف بيها السفنج كله، يديني يغطيلي العضعضة ديت. السفنج يغطي يلف عليها، وهيديني اللفة بتاعتي. بس كده. ماشي. بس ديت بنعملوها في الشغل اللي هو بيبقى ثابت، او العميل مش عايز فيه كسر ياما او الكلام دوت. غير اللي هو الشغل الامريكان في المعارض الكبيرة، تبص تلاقي اصلا بيبقى فيه كسر، بيبقى فيه تحس ان القماش مهوي شوية، بس هو مش مهوي، بيبقى الفايبر هو اللي عامل كده. ففي نوع ده وفي نوع التاني. ماشي. الاولاني ده انا عامله قبل كده، اللي هو يعتبر اغلبيته كله سفنج وطبقه فايبر رفيعه. ده اللي هو ما بيبقاش بقى ايه، بيبقى مشدود جامد على بتاعه، وبيبقى البومبيه باين برضو. غير اللي هو الشغل اللي هو الامريكان بيبقى اغلبيته كله فايبر. ماشي. فانا عملت ده الجزء اللي هو آه، كبومبيه اللي هو دوت. فلسه بقى نحط بقى ايه الفايبر بتاعنا. ماشي. طبعا لازم يكون الفايبر بتاعنا جودته عالية. ماشي. ده طبعا الصدر بتاعنا اللي هو الوش. هنيجي هنا نظبط الفايبر بتاعنا، نسويه يعني. ونسيب هنا من الناحية دي زيادة ومن الناحية ديت زيادة. ماشي. وهنجيب الكلة بتاعتنا. كده انا خلاص عملت الكل على الشفة اللي تحت واللي فوق، مليت الصدر كله. ونيجي جاي حاطط الفايبر بتاعي.
كده انا لزقت الوش بتاعي، خلصته. طب واحد يقول لي طب انت ما لفتهوش كله ليه؟ اولا مش في كل الشلت لازما الف الفايبر رول، لان اصلا فايبر رول ده بالذات الرولال ديت ما بتبقاش اللي هي بترد تاني، لا دي بتتحط كشكل بس، ماشي، ما بتتحطش كجودة. ماشي، كجودة هوريلكوا الفايبر اللي بيتحط ايه هو. ماشي، فدوت لو اتحط طبقتين مع بعض اصبح بقى كده هعمل حسابه في قصة القماش، وهيبقى فيه زيادة قماش. هنا بقى اللي هيبقى فيه قماش زيادة ملهوش لازمة، غير اما يبقى فيه حاجة تانية بتتعمل فيها الفايبر بيبقى فيه زيادة قماش، ولو هيبقى فيه كسر قماش ولا بتاع بتتعوض بالفايبر لانها بترفعه تاني. اما ده ما بيرفعش، ده بيتحط كشكل. فكفاية ليا اللي انا اعمل فايبرة رولة من فوق، ما اعملش من تحت. ماشي، الا لو الموديل محتاج كده فهضطر ان انا اعمل نظام تاني غير اللي انا بعمله ده. تمام، اصبح كده انا خلاص شطبت اللي قدام مني ده، هحط الفايبر بتاعي. طبعا انا قاطع الفايبر على طوله، يعني في زيادة عشان كده الدنيا ايه كبيرة معايا. فعشان خاطر اوريلكوا بيتقص ازاي عشان ما تحددوش لنفسيكوا هيتعمل ايه، لان انا مش محدد لنفسي عبوة. ماشي، فلو حددت لنفسي عبوة هقص، اما انا لسه ما حددتش لنفسي عبوة اللي ادفعها يبقى قد ايه عشان ادي طول الفايبر بتاعي. فدوت فايبر الفنار. ماشي، ده فايبر الفنار ده من الكثافات النظيفة او من الشركات النظيفة اللي آه، يعتمد عليها. ماشي، فهنا هحط الفايبر بتاعي فوق، هنا مش هحطه على الشفة دي. ماشي، طبعا في نوعين من الفايبر انا بحطهم في الانتريهات، يا الفنار اللي هو ده، يا اما الهولو. ماشي، الفنار بيبقى تحس اللي هو مكتكت كده. ماشي، الهولو ناعم زي الشعر كده ناعم. ماشي، فالتاني انا بفضله في الشلة العبوات اللي هي بتاعت الدهور او الكوشنات. اما بالنسبة للفنار انا بحطه للقواعد. ليه؟ لان هو في الشلت بتاعت الدهور او الكوشنات ده بيكلكع شوية وما بيتفردش، هو بيتفرد وبيتظبط بس بياخد وقت وبيبقى فيه شغل ايام. ماشي، فالهولو افضل في الشلت الظهر. اما بالنسبة للقواعد ده الافضل ليها لان بيبقى قدام مننا وبنظبطوه كده، غير اما بيتعبى في الشلتة ما بنعرفوش نظبطوه، فبيبقى الافضل في الشلت الهولو.
طبعا طول ما انا واقف بجس كده، يعني بحط الحاجة كده واجسها واشوفها زي اخواتها ولا لا. يعني انا شايف هنا عايز، طريق جاي حاطط فايل، ماشي، هنا عايز بحط. طبعا انا اهم حاجة عندي حاليا دلوقتي المنتصف، اللي هو الجزء ده، لان انا خلاص انا عملت التدريج. هنا فايبر، هنا بقى عايز اعلي تاني، فاحط بقى انا كده ايه، كله اتساوى، ماشي. ودي قدر كمية حلوة في الفايبر، ما تزيدش عن كده عشان ما تبقاش اوفر قوي، عشان خاطر ما يبقاش فيه زيادة قماش ياما. كده انا بحط زيادة في المنتصف عشان تبقى عالية من النص بالذات، وهنا جاية بدوران. طبعا زي ما قلت لكم العلو دوت كده انا واخده ايه، واخده فايبر. في موديلات تانية بتجبرني اللي انا اخده سفنج بس بتبقى القعدة بتبقى مسطحة زي ستريت، مع انها بومبي بس واخدة الشكل اللي هو العادي، مش فيها مرونة، فيها الكيرف اللي هو ايه زي الامريكان كده. كده انا عملت الفايبر بتاعي، كده خدت العبوة اللي انا عايزها تاخدها. طبعا ايدي دي هي اللي بتجس الفايبر، بحس انا بالملو او العبوة بتاعتي قد ايه بالظبط، عشان خاطر لما اجي اعمل الشلتة التانية اعملها نفس اختها، ماشي. لو مش هتعرفوا بالجس بالايد يبقى هتحددوا الشلتة دي خدت مثلا كيس كيلو، خدت 2 كيلو، على حسب الشلتة، ماشي. كده انا خلصت كله تمام. يجي جاي لافف الفايبر بتاعنا لورا. قبل طبعا ما نلف ده لازم نعمل كله من ورا عشان خاطر نلزق على طول. في حاجة هنا طبعا، ده انا عامل من الوش، لان دي الشلتة هي الوش بتاع اللي هتبقى في الوش بالظبط، ماشي. فورا مش هعمل نفس النظام، لا هتبقى على الشفل دي، شايفين دي الفايبر ده هيقف عند الشفة دي ورا، مش هلفه ورا خالص، ماشي، عشان خاطر ورا خالص ملوش لازمة عندي، ماشي. فكده انا بقى هلفه واقصه بعد كده عشان اعرف القيمة بتاعته، وبعد كده الزقه. شايفين اللفه قد ايه والنفخه قد ايه؟ طبعا ده انا هشده من ورا عشان اخد القيمه بتاعته بالظبط، عشان ما يبقاش مهوي على الفاضي، ماشي. كده انا اسحب والتكه كده عليه كده تمام. كده انا اقص على شفة السفنج من فوق،
بايدي كده شغال. كده انا قصيت المقدار اللي انا عايزه، ما خليش فايبر واقع على الشفة سواء قدام او ورا، المهم يكون لافف. ماشي. وابص قبل ما الف اشوف الفايبر بتاعي مظبوط ولا لا، عشان ممكن اكون سحبته على ورا. كده تمام. بعد كده هجيب الكلة بتاعتي، هلزق على الشفة اللي فوق، مش هلزق في الوش، على الشفة دي. ماشي. كده جاي ندخل الفايبر بتاعي جوه، وانزل بالرول يلزق على شفة الستان. هوريكم ازاي من ورا. بص الكل اهي. ماشي. وهندخل الفايبر بتاعي كده، وننزل فايبر، ندخل الرول ده كده، يبقى شفته اللي فوق هي اللي باينه، وننزل كده كده لزق معانا. تمام. بعد كده هنعمل الجنبين زي ده كده بالظبط، هنلفه عليه. ماشي. تابعوني. نيجي هنا على اخر حاجه عشان نلزقوها برضو قدامكم. دخل الفايبر كده، نلزق الرول على الحرف. طبعا هي عشان لسه متغرقه فما بتقبلش. كده ندخل اهو، ندخل الرول كده، ندخل الفايبر وكده بقى الشكل النهائي للشلتة. شايفين عاملة ازاي؟ طبعا التفصيل بتاعها في القماش غير اي شلتة تانية. ماشي. هيبقى تفصيل مختلف، ما ينفعش اي تفصيل تاني، لان لو عملنا تفصيل تاني غير اللي انا هوريه لكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، تابعونا هتعرفوا التفصيلة ازاي، لان لو عملنا اي تفصيلة تانية عادية مش هينفع. ماشي. ويا ريت ما تنسوش اللايك والشير وكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله، واللي مشتركش يشترك.